هل ممكن في يوم من الأيام نقدر نسافر عبر الزمن، سواء نرجع للماضي نصلح أخطائنا أو حتى نروح للمستقبل نطمن على نفسنا هناك، ولا دي مجرد أساطير هنفضل نشوفها بس في أفلام ومسلسلات هوليوود؟ فكرة البعض ممكن يشوفها خيالية والبعض الآخر بيحلم بتنفيذها على أرض الواقع. المهم إننا لفترة كبيرة كنا فاكرين إن الموضوع مستحيل، وإن الزمن ماشي في خط مستقيم عامل زي القطر، لا بيتأثر بالأحداث اللي حواليه ولا سرعة مروره علينا بتتغير لأي سبب من الأسباب، لحد ما في سنة 1905 تحصل حاجة هتغير مفهومنا تماما عن طبيعة الزمن للأبد. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه فضول، واللي هيكون وسيلتنا عشان نستكشف العالم من حوالينا. اولا كده حابب اشكر كل الناس اللي بتدعمني عشان استمر في تنزيل المحتوى، ويا ريت صديق الفضول يكمل الفيديو للاخر عشان تفهم الموضوع بشكل اعمق. البشر طول عمرهم بيحاولوا يراقبوا الزمن ويعرفوا هو ماشي ازاي، فعملوا جميع انواع الساعات، شمسيه، رمليه، وميكانيكيه، وحتى الذريه، واللي تعتبر ادق ساعه في العالم. بس كل الساعات دي مهما كانت دقيقه مش هي الزمن نفسه، دي مجرد ادوات اخترعناها عشان نقيس بيها مرور الزمن مش اكتر. زي ما المتر كده هو وحده قياس الطول، لكن مش هو الطول نفسه. اصلا الزمن من كتر ما هو حاجه غريبه بالنسبه لنا محدش كان عارف هل الزمن ده عامل كده زي المكان نقدر نتحرك فيه براحتنا، ولا الزمن ده مجرد حاجه معنويه مش ملموسه على ارض الواقع، وتواتر الاحداث هو اللي بيخلينا نحس بمرور الزمن. المهم ان في العموم زي ما قلت لك العالم كله كان متفق على ان الزمن شيء مطلق ما بيتاثرش باي حاجه بتحصل، وماشي دايما في اتجاه واحد للامام فقط، لحد ما في سنه 1905 العالم ألبرت أينشتاين نشر 3 ورقات بحثيه كانوا السبب في اكتئاب نص طلاب الثانويه العامه. من بين ال3 ورقات دول كان فيهم ورقه عن النسبيه الخاصه، واللي حرفيا وانا بحاول افهمها مخي هنج. تعال صديق الفضول نتخيل ان في شاب اسمه احمد نفسه يشوف المستقبل، وقرر في يوم من الايام انه يشارك في تجربه علميه في احد المعامل الكبيره. احمد لما راح المعمل لقى التجربه عباره عن انهم هيدخلوه كبسوله بتمشي بسرعه كبيره جدا قريبه من سرعه الضوء لمده ساعه مثلا، وقالوا له ان بمجرد ما يعمل كده هيعيش تجربه السفر عبر الزمن للمستقبل. احمد قام قايل لهم طب طالما الموضوع كده يا جدعان هروح اجيب شقتين فول على طعميه عشان لو جعت في السكه ولا حاجه وارجع لكم على طول. المهم احمد بعد ما رجع من المطعم اللي على اول الشارع وقبل ما يدخل الكبسوله العلماء ادوله ساعه ذريه صغيره وسابوا نسخه من الساعه في المعمل عشان يقارنوا الساعتين ببعض بعد التجربه. وبدات التجربه والكبسوله بدات تتحرك اسرع واسرع. احمد وهو جوه الكبسوله كان حاسس ان كل حاجه ماشيه بشكل طبيعي، قاعد بياكل شقتين فول على الطعميه بتوعه، والساعه الذريه اللي معاه ماشيه بشكل عادي جدا ومفيش اي حاجه غريبه بتحصل. لكن الغريب بقى ان القائمين على التجربه كانوا شايفين ان الساعه اللي مع احمد في الكبسوله بتمشي ابطا من الساعه اللي معاهم في المعمل، واحنا هنا بنتكلم عن ساعه ذريه، يعني عشان تغلط في ثانيه واحده بس محتاجه 2.5 مليون سنه. المهم ان التجربه خلصت واحمد خرج من الكبسوله بامان. بالنسبه لاحمد فهو قعد جوه الكبسوله ساعه واحده بس، لكنه اتفاجئ بالعلماء بيقولوا له انك قعدت جوه الكبسوله 3 ايام. يعني احمد خلال ساعه واحده بس قدر يسافر بالزمن للمستقبل 72 ساعه. وطبعا احمد ما صدقهمش غير لما قارن الساعتين ببعض. القصة البسيطة الخيالية دي بتمثل اللي أينشتاين قاله في نظرية النسبية الخاصة. أينشتاين قال لك مبدئيا كده الضوء واللي هو أسرع حاجة في الكون مفيش أي جسم ليه كتلة يقدر يوصل لسرعته، لأن ببساطة لو عايزين نعمل كده فهنحتاج طاقة لا نهائية. أينشتاين كمل وقال لك إن كل ما الجسم سرعته قربت من سرعة الضوء الزمن بيمر عليه أبطأ وأبطأ لحد ما يوصل لسرعة الضوء، ساعتها الزمن بيتوقف تماما. ولو فاكر ان دي مجرد نظرية احب اقولك ان العلماء سنة 1971 اثبتوا صحة النظرية دي عن طريق انهم جابوا ساعتين ذريتين، واحدة منهم خلوها على الارض والتانية حطوها على طيارة تجارية عشان تمشي بيها بسرعات عالية لفترة معينة. وبعد رجوع الطيارة للارض اكتشفوا ان الساعة اللي كانت في الطيارة ومشيت بسرعات كبيرة متأخرة عن الساعة اللي فضلت ثابتة بمقدار بسيط جدا، واللي كان متوافق تماما مع القيمة اللي تنبأت بيها معادلات أينشتاين. النظرية دي ببساطة هي اللي فتحت الباب لفكرة إن السفر عبر الزمن للمستقبل ممكن، بس زي ما قال أينشتاين عشان نسرع جسم ليه كتلة للسرعات العالية دي هنحتاج طاقة شبه لا نهائية، وإحنا بالبلدي كده ما عندناش التكنولوجيا اللي تخلينا نعمل كده، ومتهيألي يعني ولا هيبقى عندنا في يوم من الأيام. عشان كده سيبنا خالص من فكرة السفر عبر الزمن للمستقبل وتعالى نركز للسفر للماضي. لكن ثانية واحدة، انت ليه مش مشترك في القناه؟ انزل اشترك في القناه واعمل لايك دلوقتي، لان لو القناه ما جابتش 1000 مشترك خلال 6 شهور بس مجهود وشغل وسهر هيروح على الفاضي، وانت ما رضيتش صديق الفضولي، مش كده ولا ايه؟
لو قلنا ان في قانون واحد البشرية متفقة عليه بخصوص ترتيب اي حدث منطقي، فهيكون ان السبب بيجي الاول وبعد كده بيجي النتيجة، ومستحيل يحصل عكس كده، حاجة كده اسمها السببية. لكن للأسف صديقي الفضولي الرجوع بالزمن للماضي بيصطدم بشكل مباشر مع السببية، وكمان بيواجه مشاكل منطقية تمنعنا من مجرد التفكير في الموضوع. من ضمن اشهر المشاكل اللي بتواجهنا او خلينا نسميها المفارقات هي مفارقة الجد. في طفل صغير بيضحك، انا مش عارف مين ده، بس يلا تعال نتخيل انك رجعت بالزمن للماضي قبل ما جدك يتجوز، ولسبب ما قررت تمنعه من انه يتجوز بانك مثلا خلصت عليه. اللي هيترتب على ده انه مش هيخلف ابوك، وابوك مش هيخلفك، ولو ابوك ما خلفكش يبقى ازاي انت رجعت؟ او بالاحرى نقول مين اللي رجع عشان يمنع جدك يتجوز؟ ما هو انت ما اتولدتش اصلا. الموضوع عامل زي كانك شربت كوبايه شاي الاول وبعد كده رحت تعملها. والموضوع ما بيقفش عند مفارقه الجد، في مفارقات كتيره تمنعنا من التفكير في الموضوع، زي مفارقه المعلومات مثلا. تخيل انك رجعت بالزمن قبل ما يتم اختراع المصباح، ورحت لتوماس اديسون قلت له على الطريقه اللي يخترع بيها اول مصباح. جميل؟ لا مش جميل، لأن السؤال هنا مين بكده هو صاحب فكرة اختراع المصباح، أنت ولا إديسون؟ باختصار كده المعلومة بالشكل ده دخلت في حلقة مفرغة ما بقيناش عارفين لها نقطة بداية، وده اللي بيخلي مفارقة المعلومات مضحكة وغريبة في نفس الوقت، وبيورينا قد إيه موضوع السفر بالزمن للماضي مليان مشاكل منطقية وسببية. وبالرغم من كل الحاجات اللي بتمنعنا من السفر عبر الزمن، إلا إن في بعض الناس ادعوا إنهم مسافرين عبر الزمن. بالرغم من كل اللي قلناه عن الحاجات اللي تمنعنا نسافر عبر الزمن، إلا إن في ناس ظهرت في بعض مقاطع الفيديو أثارت جدل كبير. أول المقاطع دي ظهر في فيلم السيرك للممثل المشهور تشارلي تشابلن سنة 1928. المقطع بتظهر فيه ست ماسكة شيء يشبه الموبايل، وبعدها ب10 سنين وبالتحديد سنة 1938 ظهر مشهد من فيلم قصير بيظهر فيه ست ماشية قدام الكاميرا وكأنها ماسكة حاجة تشبه الموبايل على ودانها، في حين إن الهواتف المحمولة ظهرت لأول مرة في السبعينات، يعني بعدها بأكتر يجي من 30 سنة. غريب مش كده ولا إيه؟ المشاهد دي أثارت جدل واسع واتفسرت من كذا منظور. أول تفسير ظهر بعد ما تم إعادة تداول المقاطع دي على السوشيال ميديا، والتفسير الأشهر تقريبا هو إن الناس دي مسافرين عبر الزمن. أما تاني تفسير كان إن دي أجهزة لاسلكية تجريبية واللي كانت مع عدد محدود جدا من الناس. اما تالت تفسير كان ان دي اجهزه سمعيه، يعني اجهزه بتساعد الناس اللي سمعها ضعيف، ويمكن يكون ده التفسير الاقرب للحقيقه، وده لان الاجهزه دي موجوده من سنه 1902. لكن اغرب حاله ظهرت بخصوص موضوعنا شاب بيقول ان اسمه نوح، ظهر سنه 2018 على اليوتيوب وبيدعي انه راجع بالزمن من سنه 2030. وعايز اقول لك انك لما تسمع اللي قاله ممكن للحظه تقول ده بيقول اي كلام او بيكذب، لكن الغريب انه في بعض المقاطع ليه كان حاطط جهاز كشف الكذب، والجهاز كان بيشير الى انه بيقول الحقيقه. من ضمن الحاجات اللي قالها ان في سنه 2028 هيتم الكشف عن تقنيه السفر عبر الزمن، وان في نفس السنه البشر هيقدروا يوصلوا للمريخ. وقال كمان ان العالم هيشهد حرب عالميه ثالثه، وان الكائنات الفضائيه هتغزو الارض وهيعم السلام بيننا وبينهم، وده لانهم كائنات متطوره وذكيه، وان البشر مش بس هيقدروا يعيشوا في الفضاء، ده كمان هيبنوا مدن تحت الميه. لكن في نفس الوقت ولحد دلوقتي لا اللي قاله حصل ولا حد عارف هو فين، وواضح كده ان الموضوع كان مجرد شو. وحتى اختبار كشف الكذب مش دليل على انه بيقول الحقيقه، لان ياما ناس عدت منه وهم كانوا بيكذبوا عادي. كل دي قصص شيقه او نقدر نسميها فانتازيا الانترنت، وواضح كده ان مفيش اي دليل حقيقي او علمي على وجود آلة للسفر عبر الزمن، وان كلها مجرد افتراضات ونظريات لا تمد للواقع بصله. التعليق الامثل للموضوع هو ان لو السفر للماضي صعب فالسفر للمستقبل مستحيل، وده لانه لا يعلم الغيب الا ربنا. لكن بالرغم من كل اللي قلته لك ده، احب افاجئك واقول لك ان فكره السفر عبر الزمن فعلا مش جديده علينا كبشريه. على مر التاريخ في قصص وحكايات موثقة عن أحداث خارقة للعادة فيها اختلاف في إدراك الزمن، والقصص دي تم ذكرها في أصدق كتاب في العالم، كتاب عمره 1400 سنة هو القرآن الكريم. عندنا مثلا قصة الإسراء والمعراج، واللي كأن الزمن توقف فيها لحد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم لفراشه، واللي كان لسه دافي بالرغم من كل اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافه. وعندنا كمان قصة عزير نبي الله اللي ربنا أماته 100 عام ثم بعثه، وقصة أصحاب الكهف اللي ناموا سنين طويلة ولما صحيوا افتكروا نفسهم ناموا يوم أو بعض يوم. حتى في ذكر عرش ملكة سبأ، العرش جيل سيدنا سليمان في غمضة عين. والموضوع ملوش علاقة بالسرعة، احنا بنتكلم عن إحساس مختلف تماما بالزمن، وطبعا كله بقدرة خالق الزمان
والمكان. كل دي أمثلة بتورينا إن فكرة اختلاف الزمن مش غريبة عن تراثنا. أقول لك الأغرب والأغرب، إحنا كل يوم بيتغير إدراكنا للزمن. فكم مرة حسيت إنك غمضت عينيك لثواني وتصحى تلاقي عدى كام ساعة؟ وبكده تكون انتهت حلقتنا. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك. سلام.